كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير. في هذا الفيديو ستستمتع ببعض أعظم المشاهد واللحظات في تاريخ الأفلام والسينما. سنلقي نظرة على أكثر المشاهد شهرة في تاريخ الأفلام، وسنرى سبب روعتهم وسبب تميزهم كأكثر المشاهد الحماسية والعاطفية في تاريخ السينما. لذا إن كنت من محبي الأفلام والسينما فهذا الفيديو سيمتعك كثيرا. أول المشاهد الشهيرة في عالم السينما هو مشهد وقت الرصاصة أو The Bullet Time في The Matrix. مشهد الكاميرا المتحركة في عالم متوقف هو المشهد الذي نقل السينما إلى الألفية الثالثة. صور على سطح ناطحة سحاب حيث يتجنب البطل نيو سلسلة من الرصاص بحركة بطيئة ومذهلة، وعلى الرغم من أن سلو موشن لم يكن شيئا جديدا إلا أن الطريقة التي تم فيها استخدام ذلك أشعلت ثورة في عالم السينما، حيث يبدو أن الكاميرا تدور حول المشهد وقد تجمد الوقت. لإعداد هذا المشهد تطلب ذلك 120 كاميرا ثابتة، وكان وضع الكاميرات بالقرب من بعضها البعض أمرا ضروريا لخلق هذا الوهم بالحركة البطيئة أو سلو موشن، حيث التقطت كل كاميرا صورة ثابتة واحدة فقط، ثم يتم تشغيل هذه الكاميرات على فترات متقاربة للغاية لتنفيذ ذلك بسلاسة. أثر هذا المشهد على عقدين من سينما الأكشن وكثر استخدامه بعد ذلك، لكن يبقى مشهد بوليت تايم في ماتريكس قائما حتى يومنا هذا بروعته وبإيقاعه المثالي وتوقيته الرائع. المشهد الثاني من فيلم 7 ويدعى ما الذي في الصندوق أو What's in the Box. الدقائق الأربعة الأخيرة من فيلم 7 معزوفة تشويق لا تطاق، فقد دارت الأحداث فيها بعناية كبيرة. ففي الفيلم مورغان فريمان الذي يلعب دور شرطي يدعى سومرسيت يفتح صندوقا مبللا بالدم، لكننا لا نستطيع رؤية ما يحتويه ولا نرى سوى ردة فعله المروعة مصحوبة بانتباع بالاشمئزاز العميق وكراهية شديدة للإنسانية، مصطلح تم تجريده من كل محتوياته طوال الفيلم حتى يصل إلى النقطة اللا عودة في النهاية، ولم يعد بعد ذلك لدى العالم أي خير يقدمه والإنسان هو المسؤول عن ذلك. بالنسبة لي والكثير من النقاد منذ صدور الفيلم إلى يومنا هذا، فالمشهد النهائي لأحداث 7 أحد أكثر المشاهد قسوة عاطفيا في تاريخ السينما وأفلام الثريلر، وأداء الممثلين الذي كان أكثر من رائع يكمل هذه اللوحة الشديدة التشاؤم لعالم فاسد يعاني من شر معدي لا يثني أحدا. النجم كيفن سبيسي اسمه لم يكن بالأفيش الرسمي للفيلم كي يبقي المخرج على عنصر التشويق والمفاجأة حتى النهاية لمن حضر هذا الفيلم في السينما، ونكتشف بعد ذلك وجه القاتل المتسلسل الأكثر غموضا وقسوة في تاريخ السينما. Comes. I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. Put the gun down. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Not until you give me the What's gun. in the fucking box? Give me the gun. المشهد الثالث الذي اخترته لك من فيلم فورست جامب وهو مشهد علبة الشوكولاتة أو The Box of Chocolate، وهو بلا شك أحد أكثر السطور تكرارا في تاريخ السينما. كلمات فورست جامب الشهيرة التي دخلت قائمة أعظم اقتباسات الأفلام على الإطلاق من قبل المعهد الأمريكي للأفلام، وهذه ترجمتها: أخبرتني أمي بأن الحياة عبارة عن علبة شوكولاتة ولا تعلم ماذا تخبئ لك، فما أكلته منها هو ما مضى من عمرك. من الصعب تحديد سبب هذه الشهرة الكبيرة لمقولة فورست جامب، إلا أن أهم شيء صاغه الفيلم الذي من الممكن أن يستفيد منه أي شخص في هذه الحياة، ومعنى ذلك أن الحياة يجب أن تعاش على بساطتها ودون تعقيدات أو ضغوطات، فالإنسان عادة سيصل إلى مبتغاه حسب الطريقة التي كتبها ووضعها، أي أن الظروف هي من تحركه وهو يحاول مواجهتها وتخطيها. وبالعودة إلى علبة الشوكولاتة، فكل واحد فينا حياته كلها عبارة عن علبة شوكولاتة بها القطعة الحلوة والقطعة ذات الطعم السيء، ورغم كل هذا عليك أن تواصل المشوار وتتخطى الحقبات السيئة. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
المشهد الرابع من الفيلم الرومانسي الشهير تايتانيك، مشهد I'm Flying أو مشهد أنا أطير الذي فيه غروب الشمس في الخلفية، فقد كانت لحظة تقوي الروابط بين شخصيتين المركزيتين روز وجاك، وأصبح المشهد الأكثر الشهرة حتى من مشهد ليوناردو دي كابريو أنا ملك العالم الذي كان سابقا في نفس الفيلم. ومن المثير فعلا فإن المخرج جيمس كاميرون قام بإعداد موقع التصوير بجانب البحر ليحصل على الإضاءة الطبيعية الأصلية لغروب الشمس، وتحدث في مقابلاته الصحفية كثيرا عن الجهود الكبيرة المبذولة لتصوير هذه اللحظة التاريخية في السينما في ضوء غروب الشمس المبهر وعلى أمواج المحيط الأطلسي الهادئة. خطوات فيلادلفيا أو فيلادلفيا ستابس مشهد شهير جدا من الفيلم الأسطوري روكي، ويمكننا فعلا تصنيف هذا المشهد كأحد أكثر اللقطات شهرة في تاريخ السينما، وقد تم نسخه وإعادته والسخرية منه مرات لا تحصى، ومع ذلك فإن القصة وراء هذا المشهد رائعة جدا، إذا سأرويها لك حالا. جاريت براون كان مصور كاميرا وقام باختراع نوع جديد من الأجهزة التي تسمح بحركة سلسة دون عوائق لكاميرا الفيلم، وهو ما يسمى اليوم بالمثبت أو ستابلايزر، والمتوفر حتى في هاتفك، لكنه لم يكن متوفرا بتاتا في السبعينات. طلب جاريت براون من زوجته الركض صعودا وهبوطا على الدرج بينما كان يتبع خطاها ويلتقط الحركة السلسة للكاميرا على المدارج الغير مستوية، ثم ذهب إلى لوس أنجلوس لبيع جهازه الجديد إلى استوديو إنتاج. كان أول شخص قابله هناك هو آفلسون الذي كان يخرج فيلما صغيرا في فيلادلفيا اسمه روكي، وعند مشاهدته لمشاهد زوجة براون في فيلادلفيا أحب ذلك واشترى الجهاز من جاريث براون، وقام أيضا بتوظيفه للعمل كمصور كاميرا في الفيلم، لتصبح لقطة روكي وهو يتسلق درجات متحف فيلادلفيا للفنون واحدة من أكثر المشاهد شهرة في تاريخ السينما. وتمثال روكي اليوم ودرجات متحف فيلادلفيا هما من المناطق السياحية الأكثر زيارة في المدينة. كانت هذه بعض أعظم المشاهد في تاريخ السينما والأفلام، فأي مشهد تفضل؟ اكتب لي ذلك أسفل الفيديو، وإن أردت محتوى مثل هذا فما عليك فعله إلا كتابة كلمة تم والضغط على زر الإعجاب، وسأعمل على ذلك مستقبلا إن شاء الله. شكرا لك على المتابعة، ونلتقي في الفيديو القادم. إلى اللقاء.